مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. الفشل مش نهاية، ده خطوة في طريق النجاح. كلنا فشلنا قبل كده، وكلنا عدينا بلحظة شك في نفسنا، بس اللي بيكمل ويفضل يحاول هو اللي بيكسب في الآخر. لأن الفشل مش عكس النجاح، الفشل مرحلة في طريق النجاح. أوقات بنحاول ونتعب ونعافر وتيجي النتيجة مش زي ما تمنينا، فنحبط وننسحب ونقول يمكن النجاح مش لينا. بس الحقيقة النجاح مش بيجي من أول مرة، وبيحب الناس اللي عندها عزيمة، اللي بتقع وتقوم، واللي بتغلط وتتعلم. فاكرين أديسون؟ جرب أكتر من 1000 مرة علشان يخترع المصباح. فلما سألوه قالوا له فشلت 1000 مرة، قال لهم لا، أنا اكتشفت 1000 طريقة مش شغالة معايا، بس في الآخر وصلت للمشكلة وحلتها. المشكلة إنك تفكر إن الوقعة دي نهايتك، لكن لو وقفت وبصيت حواليك وشفت الغلط فين وحاولت تاني من باب جديد، يبقى أنت على أول طريق للنجاح. تعالوا أقول لكم خطوات تحول الفشل لنجاح. أول حاجة، فكر بإيجابية. حتى الفشل له فايدة، بيعلمك، بيقويك، وبيجهزك للأحسن. تاني حاجة، اتخلص من الأفكار اللي بتكسرك، زي أنا مش نافع، أنا مش قدها، واستبدلها بكلام زي أنا هنجح، أنا قادر، أنا بتطور. وحب نفسك حتى في فشلك. قيمتك مش في إنك تنجح من أول مرة، قيمتك في إنك تحاول تاني. ما تعلقش فشلك على حد، حلل، شوف غلطت فين وخد خطوة جديدة. ابعد عن الناس اللي بتطفيك، وقرب من اللي يشجعوك ويقولوا لك جرب تاني. اعمل خطة وخطة بديلة كمان، علشان دايما تلاقي باب مفتوح لما الباب يتقفل. قولولي ايه الموقف اللي فشلتم فيه وبعد كده طلع سبب في نجاح كبير في حياتكم. خلي في قلبك حبة طبطبة، وما تخليش أي فشل يهزك. انت مش فاشل، انت بتحاول، والمحاولة دي لوحدها نجاح. أنا رشا علي، ودي كانت حبة طبطبة للنهاردة. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.